السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى ان شاء الله هعمل معاكم فيديو جديد كده. النهاردة بقى قلت انزل السوق اشتري شوية طلبات، يعني كنا محتارين نعمل اكل ايه. وبعدين احنا طبعا في الصيف ما بنحبش ناكل يعني حاجات فيها صلصة، يعني طبيخ او حاجات من دي، او بنقلل بمعنى اصح فيها. فقلنا بقى نعمل ايه؟ محشي بتنجان وكوسه وفلفل. وانا كده بيبقى ليا طريقه يعني في عمايلهم، مش دايما بعملها بالطريقه دي، بس لما بقى الواحد كده ايه مزاجه رايق يعني بفضل ان انا اعملها بالطريقه دي. فطبعا نزلت جبت بتنجان وفلفل وكوسه ومعاهم شويه طلبات. طبعا جبت دول ب 30 جنيه بتنجان، الكيلو كان ب 14، والكوسه دي كانت ب 20 جبت كيلو. وطبعا الملوخيه بتاعت دي ملوخيه الذره البياع، يعني بيقول لي لا بتبقى ورقتها عريضه دي نص كيلو ب5 جنيه. هنا برضو الخضرة زي ما انتوا شايفين، يعني الخضرة اليومين دول للأسف ما بتبقاش يعني مش حلوة اليومين دول. وبتبقى ناشفة شوية وبتبقى غالية كمان، أغلى من الشتاء. فجبت دول الأربعة دول ب5 جنيه. طبعا أعتقد هي كده يعني رخيصة، لأن في بعض البياعين بيبيعوها التلاتة ب5 برضو. لقيت وجبت برضو قتة دي كيلو ب10. وبعد كده لقيت واحد بقى بيبيع بطاطا في السوق، هي واحد بس بياع وحيد يعني اللي في السوق اللي بيبيع البطاطا، الكيلو ب10 جنيه. والفلفل سواء الطويل او الرومي ب15 جنيه. فجبت نص رومي ونص طويل، حتى البياع كان بيكمل الميزان. فلما جيت هنا لقيت ايه؟ الفلفل ده فيه حتة كده ناشفة من فوق يعني زيادة، انا شلتها بالسكينة. وطبعا القوطة في ب10 وفي ب12. انا كنت عايزة قوطة جامدة للسلطة، فدي ب10 جنيه. جبت 2 كيلو ب20 جنيه. طبعا لان انا عندي صلصه في الفريزر، فما كنتش عايزه قوطه اطبخ بيها، يعني انا كنت عايزه قوطه بس للسلطه او للاكل كده يعني في التلاجة. وجبت العنب الكيلو ده ب25، وجايبه التين برضو الكيلو ب25. بس انا هنا كنت جايبه كيلو ونص عنب، انما التين كنت جايبه كيلو واحد بس. هنا بقى طبعا انا مش هعمل طبعا كل الحاجات اللي انا جبتها دي النهارده. انا هعمل المحشي بس، انما بقى الملوخيه دي هبقى اعملها في وقت تاني. والبطاطا برضو انا هبقى اعملها في يوم تاني، وهبقى انزل لكم الفيديو بتاع البطاطا يعني. تعالوا بقى اوريكم انا بعمل ايه لما باجي من السوق وكده. طبعا انا لما باجي اول حاجه بعملها ان انا بغسل الفاكهه. لازم اغسلها وبغسل الخضار اللي انا هستخدمه. يعني مثلا انا مش هستخدم القته، انا او في العموم انا اصلا ما بغسلش القته، بحب احطها في التلاجة زي ما هي. وبغسل بس الايه على قد اللي انا بطلعه. ونفس الشيء برضو للبطاطا، انا مش هعملها النهاردة، فبالتالي برضو انا بسيبها في التلاجة كده زي ما هي، وبعد كده بطلعها اغسلها وقت ما اعملها يعني. فطبعا بقى لما باجي اغسل الفاكهة بحب احط عليها خل، وخصوصا العنب. لان العنب طبعا يعني بيبقى غسيله مهم. انتوا عارفين العنب لو ما اتغسلش كويس بيعمل مغص وبيعمل مشاكل، واحيانا لا قدر الله ممكن يعمل نزلة معوية. فبهتم قوي قوي بغسيله. احنا في العموم مش بنجيب اصلا عنب كتير في الصيف، لان احنا عندنا السكر وكده انا ومامتي، فمن الحاجات اللي هي بتبقى ممنوعة عندنا يعني وكده. بس يعني ممكن مرة في الشهر افكر ان انا اجيب العنب من ضمن الفاكهة، ما بجيبوش خالص يعني بصراحة، وبقلل منه. والنهارده ما شاء الله كنت جايبه صنفين يعني يودوا في داهيه، العنب والتين، يعني من الحاجات بالنسبه لنا محرمات. بس يعني ايه، ما ينفعش نمنع نفسنا عنها، بس على الاقل يعني مره كده في الشهر او حاجه لما اجيبه يعني. هنا بقى طبعا نقعت العنب في الخل، هسيبه في قلب الخل حوالي 10 دقايق في الميه المخل. وبعد كده بقى باجي احب اجيب المقص واقصقص العنب قطع زي ما انتوا شايفين كده. في ناس بيحبوا ان هم يفرطوه ويغسلوه، لا انا بحب ان انا يعني اقصقصه. طبعا وانا بغسله بقى لقيت في بعض حبات العنب كده فيها حته ناشفه، هي مش بايظه، هي ناشفه جدا العنبايه، بس فيها زي ايه، زي قشره كده ناشفه. فطبعا انا شلتها رميتها. طبعا العنب الراجل اللي هو اللي بيعبيه، فانا ما يعني ما مش بنقيه، فما خدتش بالي من الحاجات دي بصراحه. هنا بقى طبعا العنب نزل مي يعني طينه في الميه غير من لونها، فببدا بقى ان انا ايه، انزل بقى عليه ميه واصفيه، وارجع انزل ميه تاني واصفيه. وبعد كده ابدا بقى ان انا اغسل قطعه قطعه من القطع اللي انا قصقصتها بالمقص. وطبعا زي ما انتم شايفين كل قطعه بلاقيها فيها اللي هي القشره الناشفه دي بشيلها.
طبعا انا ما باخدش بالي بصراحه لما ببقى مثلا في السوق بشتري حاجه، ولو ماما مثلا مش معايا يعني ما براجعش بصراحه ورا البياع، ولا في ميزان ولا في حاجه يعني. وخصوصا زي عنب، فاكهه، الحاجات اللي بتتنقى دي. فماما لا، ماما غيري، ماما لما بتبقى واقفه وتنتبه لحاجه زي كده بصراحه ممكن ما تاخدش الفاكهه من البياع، او تقول له شيلها. بس انا بصراحه بتحرج يعني، انا لما بيكون بجيب عنب او كده والبياع هو اللي بيعبي، انا ما براجعش وراه بصراحه، باخد وانا ونصيبي بقى. فهنا طبعا انتي بقى اي حاجه بتلاقيها بتشيليها. طبعا انا هنا شلت زي ما قلت لكم الايه الكام حبايه اللي انا لقيت فيهم القشره الناشفه دي. وببدا بقى تحت الحنفيه ابدا ان انا اغسل ايه قطعه قطعه. طبعا شكله اتغير واختلف تماما عن قبل ما يتغسل، وده طبعا بسبب الخل. زي بقى ما عملت في العنب هعمل في التين. برضو حطيت التين وعليه شوية خل، بس التين بقى مش هسيبه 10 دقايق، انا هسيبه 5 دقايق بس، لان التين بيبقى طري وما بيبقاش فيه يعني ما بيبقاش مستحمل زي العنب شوية يعني. هنا بقى طبعا كنت نقعته بخل 5 دقايق، وبعد كده بقى ايه غيرت المية عليه، وبدأت بقى ادعكه قطعة قطعة. طبعا أنا اللي عجبني في التين ده ان كله مقفول. يعني في تين كان بيتباع بره بيبقى مفتوح كده، لا ده ما بحبوش، بحس ان فيه زي ريحته حمضانه، ما ملوش روح. فلا انا بحب التينه المقفوله دي، ويعني عشان اعرف ادعكها كويس وكده. هنا بقى غسلت اهو التين والعنب، بدخلهم بقى التلاجة علشان يسقعوا. وبرضو القوطة عملت فيها زي ما عملت بالظبط برضو في التين والعنب، برضو بحط عليها برضو حبة من الخل، وبغسلها برضو زيهم بالظبط. اهي انا قلت لكم ان انا جايبه القوطه جامده عشان سلطه اقطعها جنب جبن وحاجات من دي. خلصنا بقى كده المرحله الاولى، بدات بقى بعد كده مرحله تقوير البتنجان. طبعا كلنا عارفين البتنجان بيتقور ازاي، يعني مش محتاج ان انا اقوره قدام الكاميرا، اللي انتوا عارفينها بصور وبعمل في نفس الوقت، فمش يعني مفيش حد يصورني ان انا ايه اصور تقويره. بس طبعا تقوير البتنجان سهل وكلنا عارفين. هنا بقى انا خدته على الصينيه وهقعد بقى مع نفسي بره اقوره. طبعا هنا قورته كله بقى، خلصته كده. الكوسه برضو بحب لما اقورها اجيب المقوار كده وافضل ان انا اكحتها اعمل لها زي شكل يعني. طبعا الكوسه اليومين دول قليله وغاليه ومش حلوه. يعني الكوسه البيضه دي انا بحب الكوسه بتاعت الشتاء في المحشي اكتر، بس هي دي اللي بتبقى موجوده في السوق. طبعا هنا بقى لما باجي اعمل المحشي بحب قوي ان انا اعمل المحشي يعني ني في ني، بمعنى ان انا يعني ما بسيبوش يتشوح كتير. فانا هنا كان عندي قرنين شطة حمر، شوحتهم مع البصلة. طبعا المحشي البتنجان ما يعني ما حطيتلوش توم، احيانا كنت بحط، بس لا انا حبيت المرة دي ان انا اخليه خفيف، لان كنت هحط عليه شطيطة دي انا ببقى عاملاها في الفريزر مفرزاها يعني، فكده كده هيبقى فيها توم. فما رضيتش بقى افور يعني، الطريقه دي بتبقى حلوه، وعايزه اقول لكم والله طعمه كان حلو جدا. طبعا هو طبيعي كل واحد بيعمل حاجه بيشوفها انها اجمل حاجه، بس والله انا بتعامل معاكم بامانه. يعني انا لما بعمل اي وصفه او الاقي مثلا اي وصفه معموله وانا اعملها بما يرضي الله، لو حلوه انا بنزل الفيديو، لو الوصفه مش حلوه او باظت مني انا عمري ما بنزلها. فالحاجه الحلوه انا هقول عليها حلوه، الحاجه الوحشه بقول عليها مش حلوه. بس طبعا كلنا اساتذه في المحشي، وناس كتير ما شاء الله يمكن بيعملوا محشي احسن مني كمان. فطبيعي كل واحد بيحب يبدي رأيه في الايه في الحاجة اللي هو بيعملها، بس مش معنى كانه بيعمل احسن حاجة، لا بالعكس. ده بقى الحاجة اللي انا بحب اعملها في محشي البتنجان. انا لما باجي اسوي محشي البتنجان مش بسويه على النار، انا بسويه في فرن البوتاجاز. والطريقة دي صدقوني لو جربتوها بتبقى حلوة قوي قوي مع محشي البتنجان. يعني انا ما افضلهاش مع الكرنب ولا الورق عنب، بس مع البتنجان حلوة جدا. يعني بتخلي البتنجان له طعم جميل كده، مش مهري، وفي نفس الوقت بتلاقيه كده ليه مطة كده وانتي بتاكليه، لا بصراحة بيبقى طعمه خرافة يعني. هنا بقى طبعا انا كنت حشيت المحشي كله، ولما بحشيه ما بملاش الصباع على الاخر، بسيب جزء عشان ما يبقاش فيه رز في الحلة او في الصينية. هنا الكوسة كلها عملتها في صينية. الفلفل هو اللي انا هسويه على النار عملته في حلة، لان للامانة الفلفل لما بدخله الفرن ما بيعجبنيش. طبعا بعد ما حشيت بقى قلت احط بقى اللحمة يعني عشان اعمل شوربة وكده. فانا هنا كنت هعمل لحمة يعني المحشي عليه لحمة وكده. فهنا كنت غاسلة اللحمة ومقطعاها، هسيبها بقى انها تتسلق الاول، وبعد كده بقى اخد من الشوربة بتاعتها واسقي المحشي.
عايزه اقول لكم والله لو جربتوا طريقه محشي البتنجان في الفرن، احب اقول لكم ان يعني كان لينا واحده صاحبه ماما من المنصوره، يعني الفكره دي أنا خدتها منها بصراحه. كانت دايما تستغرب لما تلاقينا ان احنا بنعمل محشي في حلل. تقول لا احنا عندنا بنسقيه شوربه وبنزقه في الفرن. يعني لو المعلومه دي فعلا صحيحه وفي فعلا حد من المنصوره بيعمل كده، يا ريت يقول لي هل فعلا هما بيعملوا كده. هي كانت دايما تقول لنا كده، وكانت دايما تتريق علينا لما تلاقينا نعمل محشي البتنجان في حله. فبصراحة لما انا يعني جربت الفكرة، لا بصراحة بيبقى حلو قوي، يعني في الفرن بصراحة بيبقى جميل. هنا بقى طبعا المحشي كان سوري اللحمة كانت خلاص بقى استوت. هنا بقى لما بتيجي تعملي المحشي وتدخليه الفرن ما تملهوش شوربة قوي، يعني مش زي بقى البوتاجاز تغطيه شوربة، لا. انا هنا هحط 4 كبشات، وعايزه اقول لكم يعني مش مغطي المحشي. المحشي ما كانتش الميه مغطيه خالص ولا الشوربه، هو اللي انا حطيتهم دول، انا ما حطيتش غيرهم. وعايزه اقول لكم المحشي طلع روعه، يعني طلع طعمه جميل جدا ومحتاجش ميه. والفراغات اللي انت بتسيبيها في البتنجان او في الكوسه دي فعلا ما نزلش رز في قلب الصينيه خالص. على الرغم ان انتوا لو تاخدوا بالكم انا منيمه الصوابع، يعني في ناس بيحطوا الصوابع واقفه كده يقولك عشان الرز ما يقعش، لا انا منيماه. وسبحان الله الحمد لله الحمد لله اللهم بارك، ما طلعش رز بصراحه. الفلفل بقى زي ما قلت لكم انا هسويه على النار. هنا بقى كان محشي البتنجان طلع، طبعا هو هنا كان استوى. فانا بسيب حبه صلصه من التسبيكه بتاعه المحشي في طبق، بخففهم بشويه زيت. وبعد كده بتجيبي فرشة وتبدأي بقى ان انت تدهني الوش بتاع محشي البتنجان والكوسة برضو. عايزة اقولك الخطوة دي حلوة قوي لما بتدهني وشها صلصة، او مثلا ممكن لو انت مش حابة تدهني وشها صلصة تحطي على الشوربة صلصة، برضو هتبقى حلوة، بس بتبان اكتر لما بتدهني وشها. هنا كان المحشي اصلا كان استوى معايا، يعني كان هحطه بس كده في الشواية ياخد لون. عايزه اقول لكم والله صدقوني يعني جربوها، طعمها حلو جدا، وبتحسيه واخد من ريحه الفرن كده. ويا سلام بقى لو عملتيه في طاجن فخار. انا كان عندي طاجن فخار، بس الكميه بتاعه البتنجان اللي انا عملتها كانت اكبر على الطاجن، يعني الطاجن كان ياخد كميه اقل. علشان كده انا ما عملت في الصينيه دي، صينيه عندي بودانين كده وليها غطا. انا طبعا كنت مغطياها في الفرن، يعني انت لو الصينيه بتاعتك ليها غطا هتغطيها وتدخليها الفرن. طب لو ملهاش غطا اقفليها بورق فويل. المهم انها تبقى مكتومة علشان وش البتنجان ما ينشفش معاكي. لازم تكوني مغطية الصينية وهي في الفرن بأي حاجة بقى، يعني ما لو حتى مش عندك ورق فويل والصينية بتاعتك من غير غطا، ممكن تغطيها بأي غطا حلة عادي، يعني مفيش أي مشكلة. هنا برضو الكوسة كانت استوت، بس الكوسة ما كانتش استوت سوا كامل. انا هنا طلعتها لما اتشربت الشوربة وكان باقي حبة بساط قوي، فقلت ادهنها وادخلها تكمل سوا في الفرن. بصوا لو خدتوا بالكم سواء هنا او هنا مفيش رز ولا طالع على وش البتنجان ولا طالع على وش الكوسة. لان فكرة انت ما تمليش الصباع على الاخر دي وتسيبي على الاقل التلت الاخير فاضي، الرز لما بيزيد بيوصل لاخر الصباع، انما مش بيطلع بره الصينيه، ولا يعني ولا تلاقي الحله مليانه رز كده وانت بتدلقيها. لا بصراحه الطريقه دي حلوه، ويعني واتمنى انكم تجربوها يعني. عايزه اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك كان حلو جدا، وما شاء الله يعني اتاكل حتى اللي بات منه، اتاكل تاني يوم. يعني برضو ما طعمه كان جميل حتى لما بات في التلاجة برضو بصراحه. هنا بقى كان عندي قرنين شطه طوال، الحله يعني كانت صغيره وكده، فقلت احطهم ايه، وبرده صينيه الكوسه كانت كبيره على الكوسه، فكان في فراغ كده جيت حاطه ايه قرنين الشطه دول. دي هتبقى ناشفه شويه الشطه دي عشان يعني هتدخل تحت الشوايه. اللي حابب يحط الفلفل في الفرن براحته، بس انا من الناس اللي بحب الفلفل طري. لو دخلتيه في الفرن هتلاقيه خد وش مكرمش كده، وهتحسي بكرمشه فيه مش حلوه، كان بالنسبه لي انا، يمكن بالنسبه لحضراتكم ممكن يعجبكم يعني. هنا بقى كده خلاص دهنت الصينية كلها، زقها بقى في الفرن. وفي الاخر بقى ده شكل اهو صينية البتنجان لما طلعت. لو انت حابة تسيبيها في الشواية اكتر من كده وتاخد لون اكتر من كده براحتك. وبرده هنا صينية الكوسة، يعني لو انت حابة تغمقي عن كده براحتك، بس انا اختي طفت البوتاجاز وانا ما كنتش يعني واخدة بالي، فكانت بردت فمرضتش اولع عليها تاني يعني.
وده بقى شكلها النهائي. اتمنى الوصفه لو عجبتكم، اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه وتدعموني بلايك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.